كل ما تبص حواليك تلاقي الناس بدأت قبلك. صاحبك خلص كورس، بنت خالتك بدأت مشروع، والتاني سافر، والتاني فتح بيزنس، وانت لسه مكانك. تبدأ تحس انك متأخر. تبدأ تسأل: انا ليه لسه ما عملتش حاجة؟ انا ليه لسه ما بدأتش؟ انا ضايع؟ انا كسلان؟ ولا انا فعلا مش نافع؟ بس خليني اقول لك حاجة: اللي بدأ قبلك ما بدأش من نفس ظروفك، ولا بنفس التوقيت، ولا بنفس التعب اللي شايله جواك. كل واحد فينا بيحارب في معركة محدش شايفها. في ناس بتضحك اونلاين وبتعيط لوحدها بالليل. في ناس بتصور انجاز وبتخبي 10 اخفاقات وراه. السوشيال ميديا خلتنا نحس ان الكل ناجح، بس محدش بيصور لحظة الفشل. محدش بيصور وهو تايه. محدش بيصور وهو مش قادر يقوم من السرير. السباق الحقيقي مش بينك وبينهم. السباق الحقيقي بينك وبين نفسك بتاعت امبارح. واوعى تقع في فخ المقارنة. المقارنة بتسرق منك كل حاجة حلوة. بتخليك تنسى انك فعلا بتحاول. بتخليك تعاير نفسك بدل ما تساعدها. فكر فيها كده: مش مهم مين بدأ قبلك. المهم تبدأ انت دلوقتي وتكمل. مفيش وقت مثالي. مفيش ظروف هتتظبط لوحدها. ومفيش فرصة هتجيلك وانت مستني. ابدأ من مكانك. حتى لو متأخر. حتى لو خايف. حتى لو شايف ان الناس مشيت قبلك. كل خطوة بتاخدها هي نقطة بداية جديدة. في ناس بدأت قبلك بس وقفت. وفي ناس بدأت بعدك بس ما وقفتش. فانت مش متأخر. انت بس لسه ما بدأتش على طريقتك. ابدأ حتى لو مش عارف هتروح فين. ابدأ حتى لو الخطوة صغيرة، لأنك لما تبدأ بتكسر أول حاجز، وده أصعب واحد. أنا مش بقولك الكلام ده عشان أريحك. بقولك كده علشان لما تلاقي نفسك بتقارن، تفتكر إن المقارنة مش عادلة، وإن الطريق بتاعك مختلف. بس فيه هدف، وفيه قيمة، وفيه حاجة حلوة مستنياك في الآخر. متستناش تبقى زيهم. خليك أفضل من أنت بتاع إمبارح. ودي كانت الحلقة التانية من سلسلة نقطة البداية. لو الكلام ده حرك فيك حاجة، اشترك في القناة وخليك معانا. أنا السيد ستيك، وهنكمل سوا. وكل مرة هنتكلم حاجة جواك هتتغير.